السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أول فيديو عندي في القناة كنهضر معاكم. شكرا لكاع البنات اللي دائما كيدعموني بلايك وكيخليو لي التعاليق ديالهم الزوينه. شكرا لكم كاملين. فاش كنطلب منكم انكم تشجعوني وكنطلب منكم باش ديروا لي لايك. شكرا لكم البنات، شكرا للمتتبعات الوفيات ديالي من بدايه القناه، شكرا لكم بزاف. في هذا الفيديو جيت غير نجاوب على واحد السؤال كطرحوا عليا دائما وما كنتش واخا كنجاوبكم في لي كومونتير ولكن ما كيعطيش الحق ديالو. اليوم جيت نشارك معكم هذا الفيديو ونشرح لكم البرا اللي كنخدم بها انا. فقبلوا عليا في هذا الفيديو، اول مره انا غادي نسجل معكم بحال هكا فيديو بالصوت ديالي. ولا عجبكم بحال هذا الفيديو فخليوا لي في التعاليق ديالكم باش نبقى دائما ندير معكم سلسله تعليميه بالصوت ديالي هكا نشرح لكم ونشارك معكم بزاف الاسرار على النقش وبزاف الاسرار كيفاش تعلمي النقش الحنه وبزاف حتى كيفاش تنقشي على الشموع. الا عجبكم بحال هاد لي فيديو خليو لي في التعاليق ديالكم، ولا لقيت بزاف ديال التشجيعات ديالكم ان شاء الله نبدا معكم واحد السلسله زوينه ديال تعليم النقش. والبنات انا عندي جوج الانواع ديال البراوات النقش. عندي هذه ديال الزاج وعندي هذه ديال البلاستيك. انا غالبا ما كنخدم غير ديال البلاستيك، ما كنستعملش انا ديال الزاج، حقاش انا كنشارك معكم غير فيديوهات تعليميه في اليوتيوب، كنخدم غير بديال البلاستيك. هادشي علاش انا كنصح البنات ولا السيدات المبتدئات اللي بغيو يتعلموا النقش، كنصحكم انكم تبداو تعلموا النقش بهاد الابرات ديال البلاستيك، ما تاخدوش ديال الزاج في الاول، لانها الا انت ما عندكش واحد التجربه معها وما كتعرفيش ليها فغادي تهرس ليك. شوفوا البنات، انا هنايا راني دايره هذيك البلاستيك، الابره ديال هذه ديال البلاستيك باش تكون سهله، سهله في الاستعمال. كاين واحد السر اخر البنات بغيت نشاركو معكم. بالنسبه لهذه ديال البلاستيك راها زوينه، فاش كديري داك البلاستيك كتولي سهله الاستعمال. وانا ما كنستعملش مع هذه الراس، هذا ما كنستعملوش لانه غليظ بزاف وما كتجيش الحنه زوينه. شفتوا هذا الراس راه باقي جديد، انا ما استعملتوش، ما كيعجبنيش نقش به. شفتوها ها هي. فانا كنستعمل واحد السر، هي هذه كنستعمل هذا الراس هذا. عندي جوج الانواع. شوفوا البنات، كتسولوني شحال ديال لي كومونتير كنلقى شنو الرقم الابره باش كتنقشي. فانا عندي جوج، عندي رقم 20 وعندي رقم 0.9. هما شوف راه بحال غير كاين واحد الفرق صغير. هذه 20 هذه 9 كنوريها لكم. هذه اللي كنستعمل انا بزاف كتعجبني. وكاين هذه 20 رقيقه شي شويه على نمره 9. هما راه كيف الا كنتي كتعرفي تنقشي فبالنمره 20 غتخرجي النقش يكون غليظ، غير من طريقه الاستعمال. فهذا هو السر اللي بغيت نشارك معكم. ما تستعملوش هذيك الراس ديال بلاستيك، ما تستعملوش، من الاحسن تستعملوا هادو هما اللي كنخدم بهم انا. ولا شفتوا كاع لي فيديو ديالي راه انا كنسجل بهم. بزاف كيسحبوني انا راني كنسجل بابره ديال هذه الزاج، ولكن لا، غير بلاستيك. المهم هذا هو النقطه اللي كنت بغا نشرح لكم وديما كتسولوني عليها، ونتمنى انني نكون فتكم في هذا الفيديو وما نكونش ثقيله عليكم وشكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم. انا هنا مازال كنشرح لكم على هاد ديال البلاص. بالنسبه لواحد الحاجه البنات، فهذه ديال الزاج ملي بغيتي تستعمليها تعلمتي النقش وبغيتي تبقاي تخدمي بها لان هي كتكون خفيفه في النقش، من الاحسن هذا الراس هذا ما تخدميش به. صافي، هذا الراس كنحيدوه. وملي كنبغيو نعمرو الحنه ما تنعمروهاش من الفوق، راني كنشرح لكم ما كنعمروش من هنا، كنعمروها من الراس، كنجبدو كنعمرو الحنه. انا حاطه لكم واحد الفيديو كيفاش كنعمرو الابره ديال الزاج، غادي نعاود ان شاء الله ندير ليه مونتاج ونشرح لكم ونعاود نحطو لكم. شفتوا البنات هكا كنعمرو كنجرو. الا مشيتي عمرتي الابره ديال الزاج من الفوق فغادي تبتالك وغادي تهرس. انا وقعت ليا فاش كنت مبتدئه مع ابره الزاج، وقعت ليا وتهرست ليا ابره باقا جديده. فبالنسبه للبنات انا هاد جوج انا خديتهم من هنا، انا بحكم انا كاينه في فرنسا. هذه ديال البلاستيك خديتها ب5 اورو وهذيك ديال الزاج خديتها ب10 اورو. صافي. بالنسبه للبنات في المغرب راه هادشي معروف كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا هادوك المستلزمات الحناء وداكشي. المهم هادشي كاين موجود في المغرب.
وهادشي اللي كاين البنات. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المشاهده. كون ان شاء الله الفيديو الجاي من الاقتراحات ديالكم شنو بغيتوا نتوما انا ندير لكم في الفيديو الجاي ونشرح لكم بحال هكا صوتا. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.